السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مدرب جورماهيا: نواجه الأهلي في توقيت عالمي، ولما لا نكرر رباعية الزمالك؟ يستعد فريق الأهلي للدفاع عن اللقب الأفريقي من خلال مواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2024-2025. الفريق الكيني يقوده المدرب البرازيلي ليوناردو نيفا، والذي يمتلك خبرة في الملاعب الأفريقية بعدما سبق له وأن عمل مديرا فنيا لفريق المريخ السوداني ويانج أفريكانز. ومواجهة الأهلي وفرص فريقه في البطولة. وإلى نص الحوار: سيخوض الفريق الأهلي المباراة الأولى في الموسم الجديد، هل تعتقد أن هذه النقطة ستكون لصالح فريقك؟ رد المدرب: قال: مباراة الأهلي ستكون المواجهة الثالثة الرسمية لنا فقط. نحن لم نخض مباريات كثيرة في الدوري الكيني حتى الآن. عندما قررت اختيار موعد المباراة في 13 هل كان هدفكم استغلال نقطة ضعف الأهلي من خلال هذا القرار؟ لا نرى في هذا الموعد إقامة العديد من المباريات في مختلف أنحاء العالم. وماذا عن اللعب في مصر بعد الساعة 8 أو 9 مساء؟ هنا جور ماهيا لم يعتد على اللعب في هذا التوقيت. وسؤال تاني برضه سأله له الصحفي: كيف يا ترى تدعيمات الأهلي من أجل التحضير الموسم الجديد؟ قال: الأهلي لا يزال قويا كما كان دائما. وسؤال آخر: قبل سنوات قليلة فريق جورماهيا تغلب على الزمالك 4-2، هل يستطيع الفريق الكيني تحقيق المفاجأة؟ رد المدرب: قال لي: ما لا، كل شيء ممكن في كرة القدم، والفريق الأفضل وممكن أن يخسر أيضا. سؤال برضه من مراسل تاني قال له: ما هي الرسالة التي دائما توجهها اللاعبين قبل مباراة الأهلي؟ خوض مباراة كبيرة أمام فريق عملاق مثل الأهلي هي فرصة كبيرة للاعبين الكبار للتعبير عن أنفسهم وإظهار موهبتهم. وعندما سئل المدرب عن قالوا له: بالنظر لفريق الأهلي من هو اللاعب الذي يلفت انتباهك؟ رد قال: الأهلي فريق كبير يمتلك لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة ومستوى فني عالي، وعلينا أن نهتم بالجميع. طبعا هو اتكلم عليه على إن الفريق بيلعب لعب جماعي وكده. وقال: يمكنكم أن تتوقعوا فنيا يتمتع بكثير من التفاني والالتزام والرغبة في إظهار أفضل ما لدينا. بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. شكرا.